مرحبا. هل انتخاب رئيس جديد للاتحاد الجزائري يكفي لحل كل المشاكل وتجاوز كل التراكمات التي شهدها الاتحاد الجزائري لكرة القدم؟ ومن الذي بإمكانه أن يفعل ذلك من بين الثلاثة المدرب؟ طبعا هذه أهم التساؤلات التي تدور في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر. يصعب الإجابة عليها، ولكن لا يصعب علينا أن نجدد التفكير بصعوبة المأمورية. أنا استمعت البارحة للمرشحين الثلاثة في تصريحاتهم عندما خرجوا من مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد أن قدموا ملفات ترشيحاتهم. استمعت إلى كلام عام لا أعتقد بأنه كان مهيأ له كما ينبغي من طرف المترشحين الثلاث. كل واحد فيهم واثق من نفسه في الفوز، ولكننا لم نسمع ثقة كبيرة جدا في حل مشاكل الاتحاد وفي تجاوز كل الهموم الموجودة، سواء داخلية أو خارجية، مادية وفنية وإدارية وتنظيمية، كبيرة جدا، زادت أكثر مع مرور السنوات وتراكمت أكثر مع غياب الحلول للكثير من المشكلات، خاصة المشكل المالي الذي سيكون بمثابة صدمة بالنسبة للرئيس القادم للاتحاد الجزائري عندما يطلع على الملفات ويطلع على خزينة الاتحادية الخابئة. بعد أسابيع ستختار الجمعية العمومية واحد من المرشحين الثلاثة، واحد من هؤلاء وأولئك سيكون رئيس الاتحاد المقبل، طبعا بعد دراسة الملفات التي قد تفضي إلى إلغاء واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة من ملفات المترشحين لأنها لا تستجيب للشروط القانونية المطلوبة. هذا يبقى توقع، لكن في نهاية اليوم سيكون لنا رئيس جديد وتبقى التساؤلات كلها مطروحة. هل بإمكانه لوحده من دون مرافقة ومن دون دعم من الجميع، إعلام، جمعية عمومية، مؤسسات وطنية وسلطة أيضا، لتجاوز حجم الديون المتراكمة ومساعدة الرئيس القادم على إعادة ترتيب البيت وتنظيم شؤون الكرة عندنا؟ هذا السؤال يبقى مطروح مثل ما تبقى أسئلة كثيرة مطروحة في ظل لحد الآن عدم ظهور القبلة بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية الذين تعودوا على توجيهات في انتخابات رئاسة الفاف في كل الفترات ومنذ الاستقلال إلى اليوم، لأنه صعب جدا أن يأتي رئيس اتحاد من دون أن تكون له الموافقة من قبل السلطات العمومية. وهذا لا يحدث فقط في الجزائر، بل يحدث في كل بلاد الدنيا، لأنه منصب رئيس اتحاد مهم جدا، لا يختلف عن أي منصب آخر على مستوى السلطات، لأن الكرة أيضا صارت عندها قيمة وشأن كبير جدا وعامل مهم جدا في الاستقرار والحفاظ على معنويات الناس، لأن غالبية الشعب تتابع الكرة وتتابع المنتخبات، ويهمها أن تكون الكرة في أفضل الأحوال. طبعا في انتظار الإجابة على هذه التساؤلات ننتظر ما تقرره لجنة الترشيحات، وننتظر أيضا ما تقرره الجمعية العمومية في نهاية شهر سبتمبر المقبل لاختيار رئيس الاتحاد الجديد بين الثلاثي الذي ترشح. سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما استمعنا من لما قاله حفظ الدراجي حاب يقول في الفيديو ده إن المترشحين في ثلاثة مش ميقدروش للفاف. وحسب ما فهمت الكلام تاعو وانا دا كاين مشاكل كبيرة في الاتحادية الجزائر، أمور مادية وأمور خطيرة خلا. وهو يدعم روراوة، يدعم الحاج روراوة. الحاج روراوة ما ترشحش خلا، هو مع الحاج روراوة وبرك يحاول سالاها، ما كان حتى مترشح وتجي الدولة الجزائرية تجي تحاول الحاج روراوة بيحكم الاتحادية المبتغاتية. وهو باين حفيد الراجي نعرفوه الشيات والطبال تاع الحاج روراوة. ودركا شوية مع وليد صادي، براسك وليد صادي، او مع وليد مع
الحاج راهو هنا ماذا بينا نحطو واحد، ولا الناس اللي تنتخب الجمعية العامة ينتخبوا على واحد راه يخدم الكرة الجزائرية. أنا بور موا اللي نشوفو الأنسب في الثلاثة هادم مزيان إيغال. عامة مزيان إيغال لاعب كرة القدم ولاعب دولي سابق، لعب بالون. تانية مدرب المنتخب الوطني سابقا، وحكم مع العديد من الأندية الجزائرية، ويعرف المحيط المتعفن تاع كرة القدم الجزائرية. تسمى هذا اللاعب تربى في الفوتبول وكبر في الفوتبول، تربى في كرة القدم وكبر في كرة القدم، ويعرف أمور ياسر في كرة القدم الجزائرية. عندنا مدوار عنده لاغريسيفيتي هذيك ما تساعدش انه يحكم رئيس رئيس الاتحاد الجزائري عامة. هو سبيساليتي في ليكلاش، يعرف غير يقصف في الصحافة ويقصف افريقيا. وهنا لازم تكون دبلوماسي باش تنجح. هنا لازمتلك تكون دبلوماسي باش تنجح. انت في ديجا الرابطة ما قدرش على الرابطة المعترفة الأولى، الرابطة المعترفة الجزائرية سواء الأولى ولا الثانية، ما قدرش يجي راك. شفنا شامبيونات فاتت في جويي، جامي شفت شامبيونات تفوت في جويي. تبدا في اوت وتفوت في جويي، 11 شهر والناس تلعب باه كمل الشامبيونات. ومن بعد كيدخلها في البروغراماسيون تاع لي دات فيفا تاع لي كاتيجوري جان تاع ليكيب ناسيونال ولا المنتخب المحلي. وليد صادي في ديجا حكم الفيدرالية الجزائرية في وقت سابق وما دار بها والو، داع الهاوية. حنا نحوسو على واحد جامي يخدمها، جامي حكم الاتحادية ويمد البليس. خوتي الأعزاء، كان هذا فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.